السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نصاوب معكم الكعك الوجدي. تبعوا معايا الطريقه والمقادير. وبالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاج، اول حاجه عندي هنايا كيلو ديال الدقيق اللي غادي نحتاج على حسب الخليط. عندي هنايا 2 البيضات، معلقه كبيره ديال الزبده، عندي هنايا كاس ونص ديال الزيت، كاس عامر ديال السكر، كيبقى على حسب الذوق، اللي بغى يدير كاس ونص يدير. عندي هنايا نص كاس ديال الجنجلان محمر وما مطحونش، نص كاس. وعندي هنايا كاس ديال الجنجلان محمر ومطحون. وهنا عندي معلقه ديال النافع مطحونه ومعلقه ديال حبه الحلاوه مطحونه حتى هي. وهنا غادي نحتاج واحد خماره ديال 15 غرام. وغادي نحتاج هنا عندي نص كاس ديال الماء الزهر. الماء الزهر غادي نزيد عليه نص كاس الاخر. غنعمر الكاس بحال هذا الشكل باش يكون عندي كاس عامر ديال الماء. صافي، دابا غادي نبداو بالمقادير ان شاء الله. غادي نديرو رشيشه د الملحه، ما نساوش. غادي نديرها هي الاولى، بسم الله، نديروها هنايا. وغادي نضيفو البيض ديالنا، بسم الله على بركه الله. وغادي نديرو هاد المقادير كاملين اللي عندنا هنايا. غادي نديرو السكر الاول مع الزيت والبيض، غادي نخلطوهم. وعاد نضيفو الجنجلان والتباقي اللي عندنا. نديرو الزبده، هاد السوائل المهم غادي نضيفوهم كاملين هكا مع بعضياتهم. من بعد عاد غنديرو الجنجلان دابا غادي نخدم هاد البيض والسكر وهاد الزبده، ندوبو السكر ديالنا والزبده اللي عندنا. صافي، دابا غادي نضيف هاد الجنجلان والنافع وحبه الحلاوه. خلطو مزيان. الزبده خصها تذوب، انا هنا الزبده كانت عندي بارده، خصني نخلطها مزيان. من بعد غادي نزيد هذاك الكاس اللي عندي مخلط مع الماء الزهر. كيولي عندنا الخليط بحال هذا الشكل هذا. غادي نجيب دابا الدقيق بعد ما غربلته باش كيكون مزيان، وكنبقاو نضيفو بشويه بشويه حتى كيتجمع لنا الخليط ديالنا بحال العاده. منساوش الخماره عاد غادي نديرها مع الدقيق. صافي، كنضيف دابا الخماره ديالي. وغادي نكملو بالدقيق. صافي، الخليط ديالي ها هو جمعته. كيجي على هذا الشكل، ما يجيناش رطب بزاف وما تجيناش قاصحه بزاف. هانتوما العجينه رطبه وما جارياش، يعني كنقدروا نحربلو هكا الحريبلات ديالنا. هانتوما بحال هكا. صافي، كنجمعوها. بالنسبه للدقيق، شاط لي انا هذا الشيء هذا من نص كيلو. شاط لي هنايا نيشان 300 غرام، يعني نحتاج 700 غرام ديال الدقيق
اللي هزات لي هذا الخليط هذا ما كاملش كيلو. صافي كنبقى نكور هكا الكويرات يكونوا قد بحال وغادي نبقى نحربلو هكا حريبلات ساهله وكتجي زوينه. هاد الحليوه هذيك وشي كتعجبو. وانتم نحبلهم بحال هكا بحال هكا. وكنجيب المقص وكنقطع هكا شنيتفات ولا فليحات مع الجناب وكنعاود نسدهم بحال هكا. كنبرك عليها واحد شويه وكنعاود ندير واحد الشريطه واحد القطعه بحال هكا من هاد البلاصه فاش ديناها صافي. وكتجي الحليوه ديالنا بحال هاد الشكل هذا. صافي فاش كنعمر الصينيه ديالي هكا كنجيب واحد البيضه كنحركها هكا مزيان نخلطوها ونبقاو ندهنو هاد الحليوه ديالنا هكا. صافي فاش كندهنهم هكا كنجيب الجنجلان وندردرو عليهم هكا الجنجلان من الفوق. صافي الا بغينا يثبت لنا هذاك الجنجلان ما يطيحش يعني ما يبقاش يتفرتت فاش طيب غادي نبقاو نعاودوا لهم شويه هكا غير شويه بهذا الشيته كنثبتوه بحال كنثبتوا داك الجنجلان كنعاودوا نثبتوه مزيان باش كيشد. صافي كندير من ديك الساعه في الفران عندي سخون من الفوق ومن التحت على 200 درجه ونخليهم حتى يتحمروا. انا درتهم غير صغيورين كيف ما شفتوا هكا كيجيوني احسن من ديك الكبار باش كل واحد هكا كيزز بحيده ومع الدراري صغار ما كيضيعوش لان ما كتجيهمش كبيره كيجيو هكا صغيورين زويونين. صافي دابا غادي نديرهم في الفران. والكعك ديالي بعد ما يخرج من الفران كيجي على هذا الشكل هذا مقرمش ومحمر كيشهي تبارك الله. وما نشهيكوش واحد الريحه طالعه ديال الجنجلان والنافع كتشهي تبارك الله. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. انتم كيف جا مقرمش بالصحه والراحه. وشكرا على المشاهده وحتى لا فيديو ما يجي ان شاء الله. مع السلامه.